السلام عليكم. هعمل معاكم النهاردة العاشورة. كل سنة وانتم طيبين، ولكن هتكون عاشورة في ثوبها الجديد، حاجة كده تحفة، كريمية جدا. هتكون باردة ساقعة، يعني هناكلها وهي ساقعة، يعني هتناسب جدا للحر اللي احنا فيه ده. وزي ما اتعودتوا معايا الوصفات كلها مظبوطة بالملي، ونتيجة ولا أروع من كده. تعالوا بينا نشوف عملنا العاشورة الحلوة دي ازاي. ولكن قبل ما نبدأ في الفيديو عايزة اقول لكم لو عجبكم الفيديو واستفدتم منه لايك وشير، ويلا بينا نقول بسم الله على طول ونبدأ. اول حاجة عندي في حلة على النار هحط كوباية من البليلة اللي غسلتها كويس قوي ونقعتها لمدة 3 ساعات. تمام. هبتدي بعد كده اجيب مية مغلية واغطي البليلة، مش عايزة اغطيها بس، لا انا عايزة كمان كمية المية تبقى زيادة شوية، يعني حوالي 4 أو 5 سنتي فوق البليلة مية. تمام كده. هسيبها لما تغلي وهبتدي اغطيها وهسيبها تغلي حوالي 5 أو 6 دقايق يعني كده، على البوتاجاز على طول. وبعد كده هطفي عليها وهغطي. هسيبها تغلي حوالي 5 دقايق واطفي عليها واغطي. هغطي عليها لمدة نص ساعة. خلاص تمام كده. يبقى احنا ما سيبناهاش تستوي على البوتاجاز، احنا سيبناها تاخد كام غلوة كده وغطينا عليها وطفينا. تعالوا بقى بعد كده نشوف. هنشيل من عليها الغطا هنلاقيها استوت حوالي 3/4 سوا، زي ما انتوا شايفين كده، ده المطلوب. انا مش عايزه اسويها كلها على البوتاجاز وهي بتتسلق يعني في الاول. خلاص. هكون بعد كده بقى مجهزه عندي لتر من الحليب، وهبتدي اضيفه على البليله وهرفعها طبعا على النار من تاني. هسيب بقى الحليب يغلي مع البليله عندي، وبعد كده بقى هنضيف الاضافات بتاعتنا. هستخدم طبعا النهارده كريم كراميل، هستخدم 2 باكت من الكريم الكراميل. وعايزه اقول لكم بيدي طعم رهيب رهيب للعاشوره، حلو جدا جدا، ومخليها كريم، مخلي طعمها في حته تانية بجد. هبتدي بقى اضيف الكريم كراميل عليها. طبعا نقدر نقلل الكميه، يعني نستخدم نص الكميه بالظبط، ونضيف كيس واحد او باكت واحد من الكريم كراميل، زي ما انتوا حابين. بس الكميه دي حلوه وبتعمل لي كميه كبيره جدا. بعد اضافه الكريم كراميل ابتدي اقلب كويس جدا بقى. لا، عايزه الكريم كراميل هنا يدوب مع الخليط، مش عايزاه يكلكع ولا حاجه. نخلي بالنا من الخطوه دي اول ما نحطه كده، تقليب مستمر كويس قوي. خلاص كده تمام. تعالوا بقى بعد كده نضيف السكر، وانا هستخدم هنا عندي نص كوبايه بس من السكر. خلاص. وهبتدي طبعا اقلب كويس عشان السكر بيندمج عندي مع الكريم كراميل. وكمان هضيف معلقه كبيره من الفانيليا السايله. لو مش عندي فانيليا سايله هحط فانيليا اكياس، بس في الاخر مش دلوقتي. يبقى انا ضفت نص كوبايه من السكر، معلقه كبيره من الفانيليا السايله. هقلب كويس جدا جدا. هسيبهم بقى يغلوا على النار، وعبال ما يغلوا هجهز انا بقى مادة الربط، وهي هتكون عندي نص كوبايه من الحليب البارد طبعا، وعليها معلقتين كبار من النشا. هبتدي اقلب كويس جدا. طبعا زي ما احنا عارفين، اهم حاجه ان الحليب عندي يكون بارد. ولو مش متوفر عندي حليب ممكن عادي احط نص كوبايه من الميه. خلاص كده تمام. يلا بقى نروح على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. البليله بتاعتي بدات تغلي، انزل عليها بكوبايه او نص كوبايه الحليب، وتقليب على طول بقى، لان دي طبعا نشا، مش عايزينها تربط وهي مكلكعه، لازم تكون ايدي فيها على طول عشان ما تكلكعش. هبدأ أقلب كويس جدا وإيدي فيها على طول لحد ما أحس إن القوام بدأ يربط معايا ويتقل. في الوقت ده أنا مهدية النار، يعني مخليها نار وسط كده، علشان مش عايزاها تلسع بسرعة وتكلكع مني بسرعة أو تتحرق من تحت وهي لسه ما ربطتش. خلاص كده. نخلي بالنا من النقط دي واحنا بنعملها. وبناخد كده طبعا من قاع الحلة علشان ما يبقاش فيه أي حاجة لازقة أو تشيط أو كده يعني. خلاص كده هي غليت وجاهزة عندي. هطفي عليها بقى. هسيبها تهدى حوالي كده 5 دقايق بس عشان أعرف أتعامل معاها. هديها تقليبة كده قبل ما أغرفها. وفي أي حاجة عندي بقى أنا عايزة أقدم فيها هبتدي أصبها. نقدر نحطها في كاسات، في بولات، في علب آيس كريم، اللي عندنا نستخدمه. عايزة أقول لكم إن الكمية دي عملت لي من الحجم اللي أنا ماسكاه ده من الطبق ده حوالي 15 طبق. يعني عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا جدا. ويا سلام بقى كمان لو هيكون عندنا ضيوف فالعدد ممتاز وهيكفينا يعني. ولو ما عندناش ضيوف بقى فهو موجود عندنا في التلاجة في البيت، حاجه ساقعه كده حلوه وترطب علينا. كده هي جاهزه معايا. بس انا بقى احب ازين الوش كده بشويه من المكسرات.
تقدروا تزينوا بفول سوداني، تقدروا تزينوا بزبيب، تقدروا طبعا تسيبوها كده. جوز هند اللي عندكم ممكن تحطوه على الوش، اي نوع مكسرات ممكن تحطوها عادي جدا، او تسيبوها كده وتبداوا تستخدموا الكيس اللي موجود معاها اللي هو صوص الكراميل. زي ما انا هستخدمه دلوقتي كده، هبتدي اعمل خطوط رفيعه كده على الطبق من فوق، بتدي طعم جميل جدا جدا مع العاشوره. انا مش مقتنعه بيها، انا عايزه اقول عليها كريم كراميل، مش مقتنعه ان انا اقول عاشوره بصراحه، من كتر جمالها وحلاوتها والطعم الرهيب اللي الكريم كراميل فعلا فعلا خلاه مميز جدا جدا يعني. اضافه الكريم كراميل خلت العاشوره في حته تانية بجد، بقت مميزه بشكل مش طبيعي. بصوا بقى، سيبكم من شكلها الرهيب ده، لا عايزه اقول لكم ان طعمها احلى من شكلها بكتير بكتير. بصوا بصوا قوامها عامل ازاي، يعني هي كريم كراميل وعامل نفسه عاشور. بجد يعني طعمها وشكلها كريم كراميل خالص يعني. وعايزه اقول لكم بقى يعني الاتنين مع بعض مدين طعم روعه بجد جميل. بصوا يعني انا كنت بقدم معاكم كده وبدوق منها كده، بس ما قدرتش طبعا، اكلت لي بتاع ربع الطبق. بصوا شكلها حلو جدا جدا، هتعجبكم جدا، جربوها وعلى ضمانتي. بكده اكون عملت معاكم وصفة العاشورة. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبتكم الوصفة يا ريت لايك وشير للفيديو. بس لو كنت اول مرة بتشوفوني وبتشوفوا قناتي على اليوتيوب، فانا هلا أبو بكر، يا ريت من فضلكم تشتركوا في القناة، وده طبعا يشرفني، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هستنى تطبيقاتكم ورأيكم في الوصفة ان شاء الله، واقول لكم مع الف سلامة.